ايوه ايوه ايوه، مين؟ انا العريس اللي جاي اتقدم لاخت حضرتك. عريس مين؟ خدت ميعاد؟ اتكلمت معانا في التليفون؟ اختي مكلمه حضرتك ان انا جاي اتقدم لاختي. محدش كلمني. لا هي قايله لي ما عرفت. ما علينا، عامة اتفضل اتفضل. ماشي. ايه ده؟ داخل بايه ده؟ ده هديه عشان ابقى جاي، يعني مش ايدي مش فاضيه كده. كويس يا حبيبي كده، نورتنا، اتفضل. اهلا اهلا يا ابني، نورت. اهلا بحضرتك يا عم. انا كنت جاي بس يعني عشان ان انا اطلب اذن بحضرتك. تمام. هي كلمتني عنك على فكرة، بس انا كان ليا شوية طلبات. انا جاهز يا عم من كل حاجه، يعني شوف طلبات حضرتك ايه وانا تحت امرك. بس هي المفروض تكون حكت لك على ظروفي شويه ودنيتي عامله ازاي الفتره دي، فيعني اتمنى تكون حضرتك فاهم من قصدي ايه. ظروفك. امم انا هسألك سؤال واحد قبل ما ابدأ انا بطلباتي ليك. هل تقدر تعيشها في المستوى اللي هي عايشة فيه دلوقتي ولا ما تقدرش؟ هو انا اكيد مش هعرف اعيشها في المستوى اللي حضرتك معيشه فيه دلوقتي، بس مع الوقت يعني اكيد هعرف اعمل كده. يعني انا لسه شاب في بدايه حياتي طموح، بقى اشتغل شغلانه واتنين وتلاته عشان اوقف نفسي على رجليا واجيب شقتي واظبط دنيتي. فاكيد يعني مع الوقت زي ما حضرتك بدات من الصفر زي في يوم من الايام هعرف اعيشها في المستوى ده مع الوقت. قلت لي تبدأ من الصفر. امم وزيي، انت عمرك ما تبقى زيي، وعمرك اساسا ما تحاول تاخد بنتي وانت بتقول لي بتبدأ من الصفر. تبدأ من الصفر. اه، انت تقف على رجلك وانت بطولك ولوحدك، مش تاخد واحدة من بنات عز، من ناس تمام عاليين، وتمرمطهم معاك وتقول اصلك بتبدأ من الصفر واحدة واحدة وطوبة طوبة والكلام اللي احنا عارفينه ده كله. لا، الكلام ده ما ينفعنيش يا حبيبي. الكلام ده تقوله بره، مش في بيتي هنا مع اي ناس تانية. شوف بنت من توبك، بلا حب بلا بتاع. ايوه، انت ليه مصعبها عليا يا عمي؟ يعني انا دلوقتي جيت وفتحت باب بيت حضرتك ودخلت من البيت عشان ابقى اخطب بنت حضرتك رسمي قدام الناس كلها واطلبها على سنة الله ورسوله. ليه مصعبها عليا وطلبات انا شاب عادي زي اي حد في بداية حياته. طب يعني عندك ابن حضرتك ما هو من سني، يعني ايه المشكلة ان ابن حضرتك من سني وقاعد واكيد هو عارف انا حاسس بايه. وانت بقى قبل ما تيجي ما سألتش علينا؟ وانت داخل ما شفتش شكل البيت اللي احنا عايشين فيه؟ ما شفتش نوع العربيات اللي موجودين تحت؟ فكرة بقى انك جاهز او مش جاهز دي حاجة ترجع لك انت. كافح من صغرك، انا كافحت من صغري. حكاية ان انت لسه خريج ولسه بتكون نفسك، حاجة ترجع لك انت، ما ترجعش لنا احنا. ان اختنا بتتقل دهب وبزيادة، فانا شايف انك ما ينفعش. فبعد اذنك يا بابا، بابا احنا ما عندناش بنات للجواز. اتفضل. هو انت شايف نفسك مين؟ هو انت ايه عشان تتكلم اصلا عن اي حاجة تبعي واي حاجة تبع؟ انت اصلا معاك، انت اللي معاك ده ابوك مدولك في ايدك. انت مولود في معلقة ده في بقك. انت لو عارف وفاهم يعني ايه شاب بيكافح في حياته مش هتقول كده. انت ما تعرفش حاجه. انت واحد جيت بابا انا نازل من البيت، خد يا حبيبي خد يا حبيبي، ده اللي انت عشته. عشت انت ايه؟ اتربت على نفسك فين في حياتك؟ وانت يا حاج شايف نفسك ايه؟ انت كنت زي في يوم من الايام. واحده زي بنتك دي بتحبني، انا ذنبي؟ انا ذنبي كل ده؟ مش عايزكم ولا عايز بنتكم ولا عايز حد فيكم. يعني انتوا اصلا عيله ما تشرفنيش. انا ماشي.